البداية منذ 53 عاما. الإنجازات 48 بطولة. العنوان في قلب الصحراء في العاصمة السعودية الرياض. إنه الزعيم أو الموج الأزرق، نادي الهلال السعودي، نادي القرن الآسيوي. بدأت قصة المجد الهلالي مع كفاح هذا الرجل منذ أواخر خمسينيات القرن الماضي. فرحت واستأنست بالأمر الكريم اللي جاء، الأمر حق الاتحاد الدولي، ولكن فيه شيئين قبلها: تسمية الملك سعود رحمة الله عليه باسم الهلال يسوى عندي شيء الكثير بعد، يعني هذه واحدة. الثانية كاس المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله، هذه أيضا ثانية. وهذه الثالثة اللي لن تكون غير الهلال، لن تكون غير الهلال إلا بعد 100 سنة، الثنتين، وهذه لا يمكن تكون، لأن أول نادي سمي بأمر ملكي وهو اسمه الملكي، ولم يكن في العالم كله نادي ملكي إلا ريال مدريد فقط والهلال. جاء هذا اللقب بوقفة جماهيره العريضة وبدعم أعضاء شرفه وكفاح أبنائه اللاعبين على مر التاريخ. أنا من الناس اللي شاهد على العصر هذا بحكم تجربتي من بداية التسعينات مع الفريق. أي كان الهلال ولا زال إن شاء الله قوي في ذيك الحقبة. أيضا كان يسبب أشياء كثيرة بالنسبة للفرق، خصوصا شرق آسيا اللي تطورت كثيرا وأصبحت فرق حقيقية لا تقهر، تضاهي، يعني لا تقهر لأنها تضاهي الأندية العالمية الأوروبية والأندية الأمريكا الجنوبية وحتى أمريكا الشمالية. يعني أعتقد أنه يعني صار في تطور عندهم مناقلة، لكن في ذاك الوقت وفي ذيك الحقبة كانت بالنسبة لهم أيضا نادي الهلال كان عقدة كبيرة، لأن احنا كنا نذكر نحن في كوريا كنا نفوز ونأتي بالنقاط، في اليابان أذكر في واحدة من المباريات في اليابان رحنا وإحنا صايمين في مباراة أمام شيميزو وكسبناها 2-1 وإحنا صايمين، يعني أفطرنا قبل المباراة تقريبا في أثناء التسخين أفطرنا، فكانت يعني ذكريات من أروع الذكريات. اللقب هذا ما جاء من فراغ، جاء بعد تعب. يمكن أعتقد النادي من أسسه الشيخ عبد الرحمن بن سعيد إلى آخر رئيس الأمير عبد الرحمن بن مساعد. أعتقد النادي هذا دائما يحقق إنجازات سواء محلية أو خارجية، وأتمنى إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله أن نحتفل بهذا الإنجاز إن شاء الله وبهذا اللقب، لأن اللقب هذا أعتقد أنه صعب جدا أنه كل بعد 100 سنة، وأعتقد الهلال أعتقد أنه يستاهل اللقب. جاء اختيار الهلال للقبه الجديد بعد إعلان الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء حصول نادي الهلال السعودي على لقب نادي القرن في القارة الآسيوية خلال الفترة من عام 1901 إلى عام 2000 للميلاد. أعتقد أنه لقب مستحق جدا، وميزة هذا اللقب أنه في دليل عملي، في دليل انه في عدد البطولات والالقاب. نعم، إنه عدد البطولات ونوعيتها هي التي حددت احقية الهلال في هذا اللقب. مبروك الهلال، مبروك الوطن، مبروك العالم العربي كله فوز الهلال السعودي بلقب نادي القرن. حقيقة هو انصاف جاء متأخر، لكن في النهاية المهم أن ينصف نادي الهلال. وحقيقة طبعا هذا الإنجاز يحسب للكرة السعودية، يحسب لنادي الهلال، يحسب لمؤسس نادي الهلال الشيخ عبد الرحمن بن سعيد، الرجل الذي غرس هذه الثمرة وهو الآن يشاهدها وهي تنضج في أحلى حلة. هذا اللقب الجديد لم تكن فرحته خاصة بجماهير نادي الهلال وحده، بل أسعد الجماهير السعودية عامة. الهلال أول شيء ما هي بعيدة عنه، نادي كبير وإنجازاته دائم على فوق، يعني دائما إنجازاته تدل على إيش مستواه إنه فوق. مفخر الوطن حقق نادي مثل الهلال لقب القرن الآسيوي. طبعا الإنجاز هذا ما جاء من فراغ، جاء من تحقيق البطولات الآسيوية. صح البطولات النسخة الأخيرة ما حققها، لكن لو تنظر مثلا تاريخ الهلال في الأعوام الماضية في الدوري الآسيوي حقق بطولات آسيوية كثيرة. طبعا يعتبر حصول نادي الهلال على نادي القرن مفخر لأي سعودي ولأي مواطن سعودي، بالرغم طبعا من أني أميل النادي الأهلي، ولكن الإنجاز الذي يحسب للنادي السعودي يحسب لجميع الأندية السعودية ويحسب للكرة السعودية أولا. إنجاز حقق نادي كبير، ونادي الهلال هو الأحقية، وفخر لنا كمواطنين سعوديين. يعني جاء هذا اللقب بناء على بعض المعايير والقوانين والإحصائيات
التي استند عليها في عملية اختيار الأندية على مستوى العالم. وحقق نادي الهلال المركز الأول في القارة الآسيوية ب65 نقطة ونصف النقطة. الهلال فريق القرن في آسيا والمتربع على أكبر قارات العالم، لقب ستتحدث عنه أجيال وراء أجيال ولعدة عقود من الزمان. لدبي الرياضية، عبد الله الصبيح، الرياض.